مش مكتوب اي حاجه في الشابتر ده في كتاب المفاهيم. لو معتمد على اجابه سؤال واحد في الشابتر ده من كتاب المفاهيم انت مش هتحل. يطلب منك مثلا عدد النطوقات المفصليه في 3 فقرات، لان السؤال بتاعه بيتفهم بكذا طريقه وممكن تحس ان كل الاجابات صح اصلا في السؤال ده وليها كام وظيفه، زي مثلا هرمون ال ADH. حرفيا هرمون ال ADH ده هتلاقوه بكره في الامتحان عندكم، على برضه يجيلك سؤال عن المخططات زي اللي قدامك ده. دي بعض الحاجات اللي ان شاء الله هتلاقيها بكره في امتحان الاحياء في فصل التكاثر، اخر يوم مذاكره في ثانويه عامه. الحمد لله السنه الطويله اللي مكانتش بتخلص دي خلصت على خير، سواء بقى عدت كده او عدت عليك الحمد لله انها عدت. مهما كان اللي عملته طول السنه او اللي عملته في الامتحانات اللي فاتت فانت اوريدي عملت اللي عليك، والنتيجه في الاخر بتاعت ربنا. هتفضل تحسبها شمال تحسبها يمين، والله مش هتاخد اكتر من اللي ربنا كاتبهولك. اهم حاجه تدعي كتير، تدعي ان ربنا يحقق لك حلمك وان ربنا يكرمك يوم النتيجه. هتقولي طب انا مثلا حل وحش جدا في الامتحانات اللي فاتت وحسبت مجموعي 75%. مش بحساباتنا، ركزوا، مش بحساباتنا يوم النتيجه هتلاقي كرم ربنا عليك والله، لان شايف تعبك ومجهودك طول السنه، مش ورقه ساعتين هتحدد مستقبلك. ادعي النهارده كتير لان النهارده يوم عاشوراء ان شاء الله الدعاء مستجاب، وما تنسوش تدعي لهم معاكم. ودلوقتي هقول لكم بقى سريعا محتوى الفيديو. اول حاجه هنتكلم عنها في الفيديو كتاب المفاهيم وازاي تقدر تطلع اجابات الاسئله من الكتاب، وخصوصا انه مش كاتب كل حاجه في كتاب المفاهيم، هنتكلم بالتفصيل هو كاتب ايه ومش كاتب ايه في كل شابتر. رقم 2 هقول لكم بعض الاسئله المتوقعه في كل شابتر وازاي رابط بين الشابتر ده والشابتر ده في الاسئله، وبعض الرسومات اللي متوقع جدا تلاقيها بكره في الامتحان وهتيجي تقولي ان الاسئله دي جت. رقم 3 هبعت لكم ملخص ان شاء الله النهارده على التليجرام، جروب التليجرام بالمناسبه هحط لكم تحت في الديسكريبشن او هحط لكم في التعليق المسابقه. اول حاجه نتكلم عنها في محتوى الفيديو وهي كتاب المفاهيم. هنمسك كل شابتر اقول لكم ايه الحاجات اللي موجوده فيه وايه الحاجات اللي مش موجوده. مثلا عندنا شابتر 1 اللي هو الدعامه والحركه. الحاجات اللي موجوده في الشابتر ده الدعامه في الانسان مكتوب كويس جدا، سواء كان كاتب بقى الطرفين العلويين الطرفين السفليين، كاتب القفص الصدري الجمجمه الفقرات بالترتيب بتاعها، كل حاجه حرفيا بكتاب المفاهيم. لو نسيت اي حاجه تقدر تستعين بالكتاب وتطلع المعلومه بسرعه. طب ودلوقتي إيه اللي مش مكتوب؟ مش مكتوب الدعامة في النبات خالص، سواء بقى كانت دعامة فسيولوجية أو دعامة تركيبية فهي مش مكتوب، وفي الغالب بيجي عليه سؤال في الامتحان، فركز في مذاكرتها جدا جدا. عندك برضه في الشابتر ده جزء الإجهاد والشد العضلي. الجزء ده مكتوب في كتاب المفاهيم ولكن مكتوب بشكل مبسط جدا في حوالي سطرين أو حاجة. لو جالك أي سؤال على الإجهاد والشد العضلي في الامتحان ومعتمد على كتاب المفاهيم فأنت غالبا مش هتحله، لأنه مش هتقدر تستفاد من كتاب المفاهيم في أي حاجة. تاني شابتر هنتكلم عنه هو شابتر الهرمونات. حرفيا الشابتر ده موجود في كتاب المفاهيم بشكل مفصل جدا، كاتب لك كل هرمون وكاتب لك وظيفته، يعني لو نسيت أي هرمون بيعمل إيه افتح كتاب المفاهيم هيفيدك جدا وتعرف تحل السؤال ده. تالت شابتر معانا وهو التكاثر. في الفصل ده حرفيا حاجات كتيرة جدا مكتوبة في كتاب المفاهيم، زي مثلا سؤال هيجي يسألك بكرة ان شاء الله عن دورة تعاقب الأجيال، زي مثلا بتاع دورة حياة الفرجيرة ودورة حياة الملاريا. حرفيا مكتوبة بالتفصيل في كتاب المفاهيم وغالبا بيجي عليه سؤال في الامتحان، فما تقلقش لو ناس اي جزء فيها هتلاقيها في الامتحان. برضو عندك مثلا تكوين الحيوان المنوي، تكوين البويضات سواء كان في الانسان او النبات، عندك مثلا مراحل الحمل، مراحل تكوين الجنين، الحاجات دي كلها موجوده في كتاب الفهيم. ايه بقى اللي مش موجود؟ عندك وسائل منع الحمل، حرفيا مكتوبه في اخر الشابتر كده في نص صفحه او حاجه، يعتبر اصلا مش كاتب اي حاجه عن وسائل منع الحمل في كتاب المفاهيم. ندخل دلوقتي على شابتر 4 وهو المناعه. حرفيا المناعه في كتاب المفاهيم مليانه رسومات، الرسومات دي بيجي عليها اغلب الاسئله في جزء المناعه، وفي الغالب بنسبه 60 او 70% بتقدر تحل الاسئله دي بناء على الرسومات اللي موجوده. طب ودلوقتي ايه الاجزاء اللي مش موجوده في شابتر المناعه؟ عندك مثلا المناعه الخلطيه والمناعه الخلويه، مكتوبين ولكن مكتوبين بشكل مبسط جدا، يعني في سطر او اتنين كده في اخر الشابتر. جينا دلوقتي لاخر شابتر هنتكلم عنه في كتاب المفاهيم وهو الدي ان ايه والار ان ايه. حرفيا مش مكتوب اي حاجه في الشابتر ده في كتاب المفاهيم. لو معتمد على اجابه سؤال واحد في الشابتر ده من كتاب المفاهيم انت مش هتحل. مفيش حاجه، كاتب حاجات رمزيه جدا مستحيل يجيب عليها سؤال اصلا، مش هتقدر تستفاد من كتاب المفاهيم في الفصل ده بالذات، وخصوصا ان الشابتر ده اسئلته بتيجي في الامتحان فيها لف ودوران، اللي هو مثلا انت قدامك السؤال وعارف الاجابه بس مش عارف الاجابه دي صح ولا غلط، وهل معنى السؤال اللي انت قراته ده يدي الاجابه دي ولا ليه اجابه تانية، فحرفيا انت مش بتبقى عارف هو عايز ايه بالظبط. ودلوقتي بعد ما خلاص اخدنا جوله سريعه في كتاب المفاهيم، قلت لك ايه الحاجات اللي موجوده فيه ايه الحاجات اللي مش موجوده، تركز على ايه مش موجود في كتاب المفاهيم ولكن بيلعب في الاسئله دي. دلوقتي بقى ركز معايا جدا في الجزء الجاي ده، لان هقول لك اهم الاسئله المتوقعه تيجي بكره في الامتحان، وان شاء الله غالبا هتلاقيها بكره في الامتحان.
ولكن حاول تكتب ورايا كل الكلام اللي هقوله ده، وبرده حاول انزل لكم الاسئله دي على جروب التليجرام ان شاء الله. اول حاجه هيجي مثلا في فصل التكاثر يقولك من الشكل المقابل حدد التوأم ده، وهيكون راسم لك شكل كده في توأم، وهيبدأ بقى يسألك على التوأم ده أسئلة كتيرة جانبية. دلوقتي بقى أنا هعلمك تحل السؤال ده ازاي. اوعى تحكم على التوأم اللي قدامك ده بالأكياس، لأن الأكياس مش مقياس. لو شغلت بالك بالأكياس فغالبا هتحل السؤال غلط. ركز في السؤال ده على المشيمة، عد موجود كم مشيمة. لو كانت مشيمة واحدة طالع منها أكياس كتير يبقى التوأم ده متماثل، وانت عارف ان التوأم المتماثل متماثل في كل حاجة. زي ما كده الناس القديمة كانت بتقول فولة واتقسمت نصين. شبهين في كل حاجة، شبه في الشكل، شبه في الجنس، شبه في فصائل الدم. اما لو لقيت مشيمتين ونزل منها احبال اعرف ان التوأم ده توأم غير متماثل. عاوز اقولك برضو ان مهما كان نوع التوأم ده فهو بويضة خصبت بحيوان منوي واحد. اوعى تفكر ان البويضة تم تخصيبها باتنين حيوان منوي، حرفيا دي نادرا على ما بتحصل، ولو حصل فبتبقى حالة نادرة جدا وتصنفت في طفرات DNA بحالة التضاعف الثلاثي، وهو مميت وبيسبب اجهاض للاجنة. يعني لو جابلك مشيمة واحدة فيها 2 توأم فده توأم متماثل، لو جابلك توأم في مشيمتين مختلفين فده توأم غير متماثل. ومش لازم يكون نفس الجنس، يعني ممكن يكون بنت وولد او بنتين. بما اننا لسه في فصل التكاثر فاحتمال برضو يجيلك سؤال عن المخططات زي اللي قدامك ده. ازاي نحل السؤال ده بقى؟ المخطط اللي قدامك ده بدأ باتنين نون سهم ود 2 نون، يعني بدأ بالانقسام الميتوزي. طالما بدأ بالميتوزي فدي مرحلة تكوين الأمشاج عند الإنسان، فنستبعد أول إجابتين. دلوقتي بقى هتروح بعينك لآخر المخطط. طالما ختم المخطط ب2 نون فده تكوين المشيج في الأنثى. طب لو كانت ماشية نون وختمه بنون فده تكوين المشيج المذكر. ممكن برضو يجي يقولك يختلف زيجوت البلازميديوم عن زيجوت الفجير في ايه؟ مثلا عدد المجموعات الصبغية، عدد الصبغيات، نوع التكاثر الذي يحدث بعد تكوين كل منهما، ولا نوع الانقسام المكون للأمشاج. الإجابة هتبقى عدد الصبغيات. دي بعض الحاجات اللي ان شاء الله هتلاقيها بكره في امتحان الاحياء في فصل التكاثر. ركزوا عليها جدا واكتبوها، وان شاء الله انا هجمع لكم الاسئله الباقيه وابعتها لكم في جروب التليجرام. لكم برضو فصل الهرمونات. فصل الهرمونات حرفيا لازم تركزوا فيه على الهرمونات اللي بتعمل كذا حاجه او ليها كام وظيفه، زي مثلا هرمون ال ADH. حرفيا هرمون ال ADH ده هتلاقوه بكره في الامتحان عندكم على اي سؤال. ركزوا عليه جدا واحفظوا تفاصيله. مثلا هرمون ال ADH ده بيساعد على عمليه الاخراج، بيعمل ضغط الدم. حاولوا برضو وانتوا بتذاكروا الفصل ده تركزوا على كل عضو في جسم الانسان والهرمونات اللي بتأثر عليه. زي مثلا عضو الحوض بيأثر مثلا على عضو الحوض ده 4 هرمونات، منهم مثلا هرمون GH، هرمون الريلاكسين، وهكذا بقى في هرمونات تانيين. اي عضو في جسم الانسان شوفوا ايه الهرمونات اللي بتأثر عليه واحفظوها كويس. ركزوا على الهرمونات اللي بتعمل حاجات عكس بعض، زي مثلا هرمون البرولاكتين وهرمون الاكسوتين، ده بيعمل حاجة وده بيعمل عكسها. قاعده اقول لك ركز على هرمون ال ADH. حرفيا كل سنه بيجيب هرمون ال ADH في الامتحان. جالنا السنه اللي فاتت هرمون ال ADH بيقول لنا ما اوجه الشبه بين هرمون ال ADH والالدوستيرون. الاتنين خلايا مستهدفه، الاتنين بيأثروا على نفرون الكلى. ال ADH بيرفع مستوى الضغط وبيعيد امتصاص الميه، والالدوستيرون بيأثر على امتصاص الاملاح، بيعمل على امتصاص الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم، بيعمل على توازن المعادن في جسم الانسان. نيجي نتكلم دلوقتي على فصل DNA وال RNA. انا بالنسبه لي الفصل ده مش في صعوبته ان انا مش بعرف احل اسئله، صعوبته ان انا السؤال نفسه مش ببقى فاهمه فكرته، هو عاوز الاجابه نهائيه، لان السؤال بتاعه بيتفهم بكذا طريقه، وممكن تحس ان كل الاجابات صح اصلا في السؤال ده. يعني مثلا في 2022 جه قال لهم ما العمليه التي لن تتوقف عند اضافه انزيم ديوكسي ريبونيوكليز. طبعا انت عارف انه بيكسر ال DNA او بيحلل ال DNA، يبقى تختار حاجة المادة الوراثية اللي فيها RNA. يقولك مثلا فيروس الانفلونزا ده صح، يقولك مثلا فيروس شلل الأطفال ده صح، أما لو قالك فيروس البكتيريا فاش فده غلط. يعني مثلا نخلي بالنا من ايه في الفصل ده؟ نخلي بالنا مثلا ان احنا عندنا 46 كروموسوم، دول المعلومات الوراثية الكاملة. الفرق ما بين كل واحد والتاني الجينات اللي هو حاملها، وبالتالي الصفات. طب مثلا عندنا كام رقم عايزين نحفظه؟ الكروموسوم الثامن جين البصمة، الجين التاسع عندنا جين فصيلة الدم، الجين ال11 عندنا جين تكوين الهيموجلوبين والأنسولين، الكروموسوم X رقمه 23 عليه هيموفيليا، عليه قصر نظر، عليه ضمور عضلات، عليه عمى ألوان. دول أهم الأرقام اللي المفروض تكون عارفهم في الفصل ده. ندخل دلوقتي نتكلم على شابتر المناعة. شابتر المناعة أغلب الأسئلة اللي فيه بتيجي رسومات،
طبعا كل امتحان بيجي اصلا رسومات، ولكن شابتر المناعه خاصه الاسئله بتاعته بتبقى رسومات. يعني مثلا ممكن يجي يقولك في المناعه المواد الكيماويه زي مثلا الجلايكوسيدات والفينولات. طبعا انت تعرف المواد الكيماويه الفينولات والجلايكوسيدات؟ طبعا غلط، لازم تعرف الفرق بين دي وبين دي، لان حرفيا الاتنين بيجولك في الاختيارات. لازم تكون عارف وانت بتراجع المناعة النهاردة قبل الامتحان، انت بتراجعها بالترتيب كده زي المسلسل. يعني مثلا خط الدفاع الاول، خط الدفاع التاني، الخلايا الليمفاوية، الحاجات دي كلها تذاكرها بالترتيب وتبقى عارف كل واحدة بتعمل ايه. نيجي بقى دلوقتي لاخر شابتر هنتكلم عنه، وهو شابتر الدعامة والحركة. الشابتر ده اكتر شابتر انتوا ذاكرتوه في حياتكم وهرستوه وعارفين كل افكاره وكل حاجة فيه. كل ما تيجي تذاكر احياء يلا نمسك اول شابتر نذاكره ونحل عليه، حرفيا لسه ثابت في دماغي من ايام تالتة ثانوي. طبعا كل الاسئله اللي بتبقى في الشابتر ده بتبقى عباره عن فقرات، ترتيبها، النقاط اللي موجوده، كم عظمه مثلا في القفص الصدري، في العمود الفقري، كم فقره فوق، كم فقره في الفقرات القطنيه. الحاجات دي كلها بتسال عليها، لازم تكون حافظ الارقام كويس جدا. ولكن في سؤال متوقع يجي بكره ان شاء الله، وسؤال ممكن يجي مقالي كمان، اللي هو بيقول يطلب منك مثلا عدد النتوءات المفصليه في 3 فقرات. هنجيب السؤال ده ازاي؟ في قانون حلو جدا هتحله بيه. هتقول عدد الفقرات اللي هي مثلا ال3 اللي طلبها في السؤال في 4 بتساوي الرقم اللي هيطلع ناقص 4. يعني مثلا عدد الفقرات اللي انا قلت عليها 3، هنقول 3 في 4 ب12، ده الرقم اللي طلع. هننقص منه ال4 هتبقى 8. كده احنا عرفنا عدد النتوءات الموجودة في 3 فقرات. وعلى هذا المثال بقى قيس باقي الفقرات اللي جابها لك 3 4 5 حسب ما يطلب منك. في الفيديو ده حرفيا اتكلمنا عن كل الشابترز اللي موجوده في الاحياء، سواء من فصل التكاثر، الدي ان ايه، الدعامه والحركه، هرمونات، مناعه، كل حاجه اتكلمنا عنها بالتفصيل والاسئله المتوقعه فيهم. وعلشان ما اكبرش في وقت الفيديو اكتر من كده، حرفيا لسه هبعت لكم الاسئله المتوقعه ان شاء الله في جروب التليجرام، تقدروا تدخلوا تشوفوها، هنزلها النهارده ان شاء الله. لكن ان شاء الله ده مش اخر فيديو هينزل دفعه 2024، هنزل لكم لسه فيديوز جايه. طبعا مش هتبقى عن الاحياء، او ممكن اتكلم عن الاحياء بعد الامتحان ما يخلص، او انزل لكم فيديوز مثلا عن النتيجه. طبعا الفيديو اللي قلت عليه كنت متوقعه كام وجبت كام، ده لازم اعمله لكم ان شاء الله في نيتي. برضو هننزل بقى فيديوز تعملوا ايه في الجامعه، التنسيق، الرغبات، الحاجات دي هكون معاكم في كل لحظه فيها. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. لو عندكم اي استفسار او اي كومنت عايزين تكتبوه على الفيديو ده، سواء للاحياء او اي حاجه في حياتكم عايزين تسالونا عليها، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم كلكم.